بعد انتهاء مباراة اليوم، المباراة الممتعة والمثيرة. الجزيرة كان في ضيافة طلائع الجيش، طلائع الجيش استطاع الفوز 25-23. كابتن عمرو حافظ قدر يعني يمشي مع المباراة من اولها لاخرها بريتم جون او جونين، وقدر يسيطر على المباراة، وقدر حتى الدقائق الاخيرة يحسم المباراة صالح طلائع الجيش. كابتن عمرو الف مبروك، وقدرت تتحكم في رتم المباراة من نقول منذ بداية المباراة وحتى نهايتها. الله يبارك فيك. الحمد لله. هو بس كان في شويه تسرع في الصفاره. احنا طبعا كان في دفاع ضاغط علينا، معظم الوقت، وفي صفاره سلبي مستعجله جدا. انما نادي الجزيره عمل مباراه ممتازه جدا، وفرقه محترمه جدا، وايمن صلاح عامل شغل 10/10. ملاحظ ان انت اعترضت، كابتن ايمن اعترض على التحكيم وتنشنته والملعب وقف كذا مره. هو ايمن معترض من اول الماتش. هو ايه اللي يتكلم كتير بيوتر الحكم برضه. انا مش عايز اقول الحكام، لا، الحكمين معروفين وكويسين جدا يعني، لكن الماتش كان سريع. يعني المباراه هي اللي كانت كده فيها سرعه، فصعب برضه. لازم هيبقى في على الفرقه دي وعلى الفرقه دي قرارات يعني. بعد الماتش دي كام، ولا لسه بتقعدوا تحسبوا اللي تحت واللي فوق؟ بعد المباراه دي الثاني، بس الاول فوقينا بنقطه. كده انت خلاص. كان الجزيره امبارح تاني، يعني اعتقد ان في كراسي موسيقيه في كره اليد، واعتقد الشكل والخريطه اتغيرت في كره اليد السنه دي. الجزيره كده في ترتيبه يرجع، لا كده ممكن يرجع. اصل احنا قريبين من بعض، الفرق قريبه من بعض، فهو كده ممكن يرجع يبقى يا رابع يا خامس. انت كمدير فني في فريق نقدر نقول بينافس، داخلين تاني بقوه وشكل، شايف ان المنافسه شكلها ايه؟ يعني هو الستة اللي هيوصلوا للآخر ما تقدرش تقول مين اللي هيكسب، ما تقدرش تقول مين اللي هياخد البطولة. الفرق كلها زي بعض وبتكسب بعض. يعني في سموحة، في سبورت، في الأهلي، وإحنا جيش، في الجزيرة، والطيران. يعني الفرق دي الدوري ما تقدرش تقول مين اللي هيحسم البطولة، ده هيبان في الآخر. بقول لك الف مبروك يا كابتن، وقدرت تديروا المباراه النهارده يعني بيقول بحنكه، وقدرتوا تكسبوا المباراه، فالف مبروك ليكم. الله يبارك فيك. شكرا. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين مع حضراتكم بعد نهايه مباراه طلائع الجيش والجزيره. الجزيره كان ليه هجمات كثيره، ليه 3 ضربات جزاء ضاعوا، كان يعني نقول بفضل تالق حارس مرمى طلائع الجيش الكابتن محمود خليل، كان متالق في هذه المباراه بشكل كبير. كابتن محمود برحب بيك، واقول لك يعني كان ليك النهارده تألقت في المباراه، واعتقد 3 ضربات جزاء غيروا مسار المباراه، بدليل المباراه خلصانه بفرق هدفين. طبعا الحمد لله قدرت اصد 3 ضربات جزاء، بس كله طبعا زمايلي قدروا يقوموني جوه الماتش وساعدنا بعض عشان نخلص الماتش لينا فرق 2. كنت انت فرحان بعد الماتش زياده وجري كنت قبل ما لا الحمد لله، الماتش ده كان علينا ضغوطات كتير، كنا لازم نكسب عشان نحسن مركزنا جوه الدوري. النهارده فرقت معاكم كتير، يعني كابتن عمرو بيقول لي بنا لسه هنحسب، بس احنا كده شكلنا دخلنا تاني. الحمد لله دخلنا تاني في فرق. ولا لسه عرفتوا؟ احنا لسه المفروض الطيران بيلعب دلوقتي، لو كسب هيبقى هو تقريبا اول وراه سبورتنج، واحنا تقريبا فرق نقطه كده بس. شايف نظام 6 يدخلوا والشكل اللي فيه رابطين النتائج بتاعت مديه حماس للدوري بشكل كبير؟ طبعا كله بيصارع دلوقتي ان عدد فرق، يعني كله بيصارع عاوز يطلع من اول 6 عشان ينافس بعد كده على الدوري. يعني انت طموحك في بطوله الدوري ايه وانت بتلعب مع نادي الجيش وبتنافسوا؟ طموحك ايه في ان شاء الله اول سنه ليا مع نادي الجيش، وان شاء الله نقدر نحقق النتيجه وناخد اول، يعني فرقه قادره انها تاخد اول. حارس مرمى في اليد اعتقد في صعوبه في كره، يعني في ضربه الجزاء لما بتيجي تتصد بيبقى فيها مباشره، وممكن تيجي في الوش بشكل بتبقى فيها جرأة، اعتقد بيبقى عايزه جرأة شويه من الجون. طبعا يعني هو الجون نفسه، مركز الجون عاوز جرأة من كل حته جوه الملعب يعني، وعاوز ان الواحد ما يخافش طبعا ويصد. اهميه الجون في تطلعه الفاست بريك، الجون ويطلع فاست بريك، يعني حارس الجزيره طلع 3 كور، يعني اعتقد لو كانوا طلعوا صح في الشوط الاولاني كانت النتيجه فرقت. طبعا، لان الفاست بريك ده بيسهل عليك الامور كتير، وبيريح المهاجمين بتوعنا، فبيفرق طبعا في السكور. لو كانوا طلعوا صح كان الماتش فرق طبعا. بشكرك جدا واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، احنا كنا مع حضراتكم مباريات الدوري الممتاز المصري لكرة اليد. نادي الجزيرة كان في ضيافة طلائع الجيش، نادي الجزيرة هزم من طلائع الجيش في مباراة اليوم 25-23، ولكن المباراة كانت منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية المباراة كانت مثيرة، كانت ممتعة. احنا نتمنى إن شاء الله لكرة اليد المصرية ترجع إلى سابق عهدها، ترجع إلى دوري، يعني نقول الدوري العالمي أو العظماء السبعة كما كنا من قبل. نتمنى أن كرة اليد ترجع إلى الرياضة الأفريقية والعالمية مرة أخرى.
بنشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه لهذه المباراه من مباريات الدوري الممتاز المصري لكره اليد بين طلائع الجيش والجزيره. الف مبروك لطلائع الجيش، هارد لك نادي الجزيره. بنشكركم على حسن المتابعه، والان عوده سريعه للاستديوهات بمسبيرو.